السلام عليكم، مرحبا بكم في كويزين اسماء. ان شاء الله تكون كامل بخير. اليوم ان شاء الله راح نديرو مملحات ونوع من المملحات يسموها لا بومبا. نبداو اولا بالمقادير وطريقه التحضير. نحتاج اول حاجه كاس حليب نتاع حليب، كاس كبير تاع حليب يكون دافي، نص كاس تاع الزيت، زوج حبات نتاع البيض، مغرف كبيره نتاع السكر، مغرف كبيره تاع خميره الخبز وفرينه باش نلمو العجينه، وبيان سور راح نديرو فيها الملح. نبداو اول حاجه نديرو كاس كبير تاع حليب، نزيد معاه نص كاس نتاع الزيت، ونديرو زوج حبات نتاع البيض. نخلط كامل هاد المقادير مع بعض. دوكا راح ندير مغرف كبيره نتاع الخميره، مغرف كبيره نتاع السكر، ثم نخلط كامل المقادير مع بعض. ونبدا نحط الفرينه هنايا حتى نلمها على شكل عجينه طريه. وهنا في الاخير راح نزيد معاها الملح بهذه الطريقه، ونكملوا نلموا العجينه حتى تطلي منا على شكل عجينه طريه. الفرينه راح ديروه حتى تطلي منكم العجينه. دركا بعد ما لميت العجينه كما راكم تشوفوا خلوها تكون طريه، راح نبدا ندلك فيها شويه، ما تنشفوهاش بزاف الفرينه على حساب حتى تكون لكم هكا عجينه طريه، ندلكوها شويه. والله كما راكم تشوفوا هاني بعد ما دلكتها رجعت لنا رطبه كما راكم تشوفوا. دوكا راح نخليها تخمر يطلع في الحجم تاعها، نخلوها تخمر. هنا راح نغطيها بابي سيليفون. بالمناسبه هذه وصفه تاع الشيف غانو رانا نجربوا فيها، بغيت نعطي لكم رايي فيها في الاخير. كما راكم تشوفوا غلفنا العجينه. فوالا دوكا راح نخليها حتى تخمر كامل حوالي ساعه ولا ساعه ونص، يعني قريب ساعه. نخلوها حتى تخمر ونجيو نكملوا الوصفه تاعنا. دوكا راح نبداو نوجدوا الحشو. هنا اول حاجه راح نحتاج 3 باطات نتاع الضو تاع الزيت، عندي هنايا شويه تاع الزيتون خضر قطعته كيما هاك، ونحتاجو فرماج. نتوما تقدروا الحشو ديروا اللي بغيتو، تقدروا ديروا معاه يعني جلبانه ولا الطون هذاك الذراع نتاع البطاط هذاك. الزيت هنايا الطون هذا راح نقلع منه الزيت، نصفيه كيما هاك باش نقلع منه كامل الزيت هذاك باش نحطوه ندير به الحشوه نتاعنا. نزيد معاه الحبات نتاع هذو تاع الزيتون، ونبدا نحط في الفرماج. هنا الفرماج راح نديرو تقريبا حتى كامل يتلم لي على شكل يعني كريمه باش نقدر نعمر بها. اذا ها هو الحشو نتاعنا بعد ما وجدته كما راكم تشوفوا، وها هي العجينه تاعنا بعد ما خمرت. دوكا راح نبدا نشكل في الكريات نتاعي. اول حاجه راح نبدا نقسم في العجينه على شكل الكويرات، راح ندير حوالي 12 وحده على جاتني.
دوكا بعد ما كملت كامل الحبه تاع العمينيه، هنايا راه عندي حبه تاع بيض درت مع الحليب، وهنايا عندي لا شابيو راح نرمدها في البيض ولا لا شابيو، ومن بعد راح نقليها بهذه الطريقه. اذا ها هو الصحن تاعنا في طبق التقديم. ها هما بعد ما طابوا كما راكم تشوفوا. نقسم لكم حبه. فوالا يجي طايب من الداخل. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو تاع اليوم. ما تنسوش ديروا جيم، ابونيو في لاشين، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.